أهلا بيكم معانا. النهاردة هنبص كده على كام حتة من كتاب شجر رأس التاريخ للدكتور محمد فتحي عبد العال. الكتاب ده أسلوبه مختلف، يعني كأنه بيتكلم مع القارئ ويرد عليه، وبكده بنشوف حتت من تاريخ مصر الاجتماعي والثقافي بشكل يعني مش مباشر قوي. بالظبط. وإحنا النهاردة هنحاول ندخل أكتر في جذور الظواهر دي، يعني نشوف الحاجات اللي الكاتب بيتكلم عنها دي جاية منين ثقافياً وتاريخياً. الأمثلة والتفاصيل اللي بيقولها بتوضح الفكر قوي. طيب، نبدأ بحاجة كده تلفت النظر فعلا في المقتطفات دي، موضوع الثراء الرهيب والمفاجئ لبعض ناس زمان. الكتاب بيتكلم عن ناس زي رياض باشا وإسماعيل باشا راغب. بيقول إزاي بدأوا موظفين صغيرين قوي، يعني كتاب ومبيضين، شغلانة نسخ الورق دي، والمرتبات كانت ولا حاجة تقريبا. أيوة، التفاصيل هنا هي اللي بتدي الموضوع بعد تاني خالص. يعني الكاتب دقيق قوي في الأرقام. بيقولك مثلا رياض باشا بدأ بمرتب 145 قرش، شوف الرقم، وبعد 6 شهور زاد بقى 193 قرش. ياه. وإسماعيل راغب باشا اللي بعد كده مسك رئيس وزراء بدأ كمبيض ومساعد مترجم، مرتبه 175 قرش. أرقام فعلا بسيطة جدا حتى بمقاييس وقتها. وبعدين بقى نلاقي قفزة مش طبيعية في الفلوس. يعني الكتاب بيقول إن ابن إسماعيل راغب اللي هو إدريس راغب باشا ورث عن أبو ثروة يعني خرافية، 13,000 فدان، ده غير بقى القصور والبيوت، وفوق كل ده 200,000 جنيه ذهب في البنوك. ذهب. الرقم ده وقتها كان يعمل إيه؟ بيخلي الواحد يسأل، يعني إيه اللي حصل؟ هو ده بالظبط السؤال اللي الكتاب بيلمح له بقوة حتى لو مش بيقوله صراحة. الفلوس دي جت منين؟ يعني من أين لك هذا؟ خصوصاً إن النقلة دي من موظف بسيط بياخد 3 أو 4 جنيه لواحد عنده كل الثروة دي، حصلت في وقت البلد نفسها كانت يعني بتعاني مالياً وعليها ديون. مظبوط. فالكاتب هنا بيرمي حتة إن ممكن يكون في نمط كده مقلق شوية، وممكن يكون بيتكرر إن الواحد لما بيقرب من السلطة ممكن يعمل فلوس كتير قوي وبسرعة، حتى لو ده على حساب المصلحة العامة أو الشفافية وكده. وفي كمان ربط تاني بيعمله الكتاب في الحتة دي، إن الفرص الكبيرة دي سواء فلوس أو مناصب كانت أغلب الوقت بتروح لناس أصولهم مش مصرية خالصة. يعني تلاقي أصل تركي، شركاسي، ألباني، وفي نفس الوقت ولاد البلد الأصليين ممكن ما كانوش بيلاقوا نفس الفرص دي بسهولة. تمام. ودي نقطة الكاتب بيستخدمها عشان يفتح كلام عن فكرة الفرص وتوزيعها في المجتمع وقتها، وإزاي الأصل أو الخلفية الاجتماعية للشخص كانت ممكن تحدد مستقبله بشكل كبير. دي بتورينا قد إيه التركيبة الاجتماعية في مصر وقتها كانت معقدة وبتأثر على الناس، كأنها جذور تاريخية لفكرة توزيع الفرص دي. طيب نروح لنقطة تانية بقى برضو مدهشة ويمكن أكثر كمان، وبتورينا جانب مختلف خالص من ثقافة المصريين، موضوع التعلق بالأولياء والأضرحة ده. الكتاب جايب أمثلة تخلي الواحد يعني يستغرب، زي مثلا إن في ضريح لواحدة ست اسمها صفية جوه سجن الاستئناف بالقاهرة. جوه السجن نفسه. أيوه، مكان رسمي وقانوني وتلاقي جواه ضريح الناس بتزوره. لدرجة إنها بتتخطى المنطق الرسمي أو القوانين اللي المفروض بتحكم مكان زي السجن. والأهم كمان زي ما الكتاب بيقول إن الظاهرة دي ما كانتش للمسلمين بس. دي نقطة مهمة فعلا. إزاي بقى؟ الكتاب بيقول إنه زمان لما كان في جاليات يهودية ومسيحية كبيرة في مصر، كان في زي مشاركة كده في زيارة بعض الأماكن دي وطلب البركة منها. يعني بيدي مثال بكنيسة القديسة تريزا في شبرا. دي ما كانتش بس للمسيحيين، لأ، ده فنانين كبار مسلمين زي عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب كانوا بيروحوا يزوروها. معقول؟ ويتقال إنهم كانوا بيتفائلوا بيها أو بينظروا نذور. ده بيوريكي حالة خاصة جدا من التداخل والتعايش الثقافي والديني الشعبي. وفي قصة تانية برضو في الكتاب تعتبر يعني طريفة وفيها معنى كبير، حكاية الإنجليز نفسهم مع ضريح سيدي العجمي في جزيرة شدوان في البحر الأحمر. لما الاحتلال البريطاني احتاج مكان الضريح ده عشان يبنوا موقع دفاعي على الساحل، مكان استراتيجي مهم بالنسبة لهم. القصة دي غريبة قوي فعلا. بدل ما يهدوا الضريح وخلاص، القيادة العسكرية البريطانية اللي هم المفروض بيمثلوا العقلية الغربية العملية المنظمة دي، قرروا يبنوا ضريح جديد للشيخ في حتة تانية قريضة، وعلى حسابهم الخاص كمان. يا نهر أبيض. والناس طبعا اعتبرته ده كرامة،
من كرامات الشيخ اللي هو يعني خلى الإنجليز يحترموه ويبنوا له مقام جديد. يعني حتى السلطة الأجنبية نفسها لقت نفسها لازم تتعامل مع قوة المعتقد الشعبي ده. بالظبط كده. القصص دي بتكشف عن تفاعل غريب ومعقد بين الثقافة الشعبية والدين والتاريخ والسلطة، حتى لو كانت سلطة محتلة في مصر. بتورينا ازاي المعتقدات الشعبية دي مش مجرد حكايات وخلاص، لا دي قوة حية بتأثر في الواقع بطرق غريبة، وبتظهر في كل حتة تقريبا، من مكاتب الحكومة للسجون لتفاعل الناس مع المحتل نفسه. دي جذور ثقافية ليها وزنها فعلا. يعني في الآخر المقتطفات دي من شجر راس التاريخ بتدينا كده لمحات سريعة بس عميقة قوي عن خيوط ثقافية واجتماعية متشابكة وممتدة في تاريخ مصر. بنشوف من خلال قصص وأمثلة حقيقية إزاي الكاتب بيحاول يوصل للجذور العميقة لمواضيع زي علاقة السلطة بالفلوس وقوة المعتقدات الشعبية وتأثيرها في المجتمع. والكتاب فعلا بيخلي الواحد يفكر. الأنماط اللي شفناها دي، سواء علاقة القرب من السلطة بالثراء السريع أو قوة المعتقدات الشعبية وقدرتها إنها تتجاوز المنطق الرسمي ساعات، يا ترى الخيوط دي لسه موجودة ومؤثرة في حياتنا وتفكيرنا وسلوكنا النهاردة بنفس القوة؟ ده سؤال مهم الواحد يقعد يفكر فيه بعد ما يبص على المصادر دي.